ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده مع بعض احلى كوكيز بالشوكولاته. جميل جدا، هيسهل عليكي كتير وهينفع ولادك في اللانش بوكس ويتبسطوا منه جدا. ومش بياخد وقت خالص خالص، يعني الوقت ده ما بياخدش اي وقت خالص، ومقاديره بسيطه جدا. في الاول كده يلا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وهاتي كده البوله بتاعتك وكوبايه من العسل الاسود، وفضيها كده في البوله. كوباية عسل وبضاية واحدة تعملي أحلى حلويات لولادك، هيتبسطوا بيها جدا. أنا هنا جبت كوباية عسل، هجيب كمان عليها بيضة. هكسر كده البيضة على كوباية العسل، ونجيب كمان رشة من الفانيليا. الفانيليا اللي معايا خام، خدي بالك ما كترش منها لو انت عندك خام، عشان بتدي بس مرارة للأكل اللي بتعمليه. هنقلب بقى البيضة مع كوباية العسل دي لحد ما البيضة تختفي تماما في العسل. سهل وبسيط خالص خالص، يعني انا عملته وانا واقفه في المطبخ، ما اخدش مني 10 دقايق بالظبط، يعني زيه زي اي طبخه بتعمليها، زي ما تكون واقفه كده قدام البوتاجاز بتطبخي او واقفه بتعملي سلطه. يعني هو سهل جدا ومش بياخد وقت خالص. هاتي بقى كده نص كوبايه من السمنه او نص كوبايه من الزبده، زيت لا، يا سمنه يا زبده، ودوبي كده كله مع بعضه، البيض والسمنه والعسل كله كده مع بعضه. هاتي بقى هنا انا 4 كوبايات دقيق، وما تنزليش بال4 كوبايات دقيق مره واحده. انا هنا بفضي من الكيس علشان انا عارفه المقدار اللي معايا ايه، وعارفه انا بحط ايه. فانت ممكن تعايري، لو انت مش عارفه المقدار تعايري كده بالكوبايه افضل، يعني عشان ايه الدقيق بس ما يجيش منك كتير. على الدقيق بقى كده نحط نص معلقه بيكنج باودر ورشه بسيطه جدا من الملح، وبالمعلقه كده وهنخلي الدقيق يختفي في العسل. مش هنستعمل ايدك خالص، كله بالمعلقه كده. حتى لو اشتغلت بايدك هيبقى في الاخر خالص، عشان بس ايدك ما تتلوطش عسل وتلوطي الدنيا والدنيا تبوظ معانا. بالمعلقه كده دوبي الدقيق مع العسل كويس. والدقيق ال4 كوبايات حطي كوبايه بكوبايه، او حطي مثلا كوبايتين، او حطي 3 كوبايات الاول وسيبي الكوبايه الرابعه للاخر. تمام. ده بقى حلو قوي اللانش بوكس، يعني ولادك كده ياخدوه في المدرسة، جميل جدا وطعمه حكاية بجد. انا بقيت اعمله على طول، يعني انا بعمله على طول من سهولته ومن حلاوته. كده خلاص اخدت معايا ال4 كوبايات بالظبط. شايفة شكل العجينة؟ البولة نضيفة من تحت اهي. هاتي بقى خدي قطعة منها وكوريها كورة صغيرة كده. انا هنا مصغرة المصغرة ده اللي معايا ده شوكولات شيبس من عند العطار. العلبة دي ب12 جنيه ونص. خدي بقى كده اول كرة وكوريها كده وحطيها يعني اضغطي بس عليها ضغطة بسيطة خالص كده بين ايديكي، وحطيها في الشوكولات شيبس. هيثبت على وشها على طول. حابة تكبري حجم البسكوتة ماشي، حابة تخليها زي ما انا عاملاها كده ماشي براحتك. والصاج او الصينية اللي معاكي ما يديهمش حاجة، وما تخافيش مش هيلزق. سهل خالص وبسيط، وزي ما انا قلتلك ما اخدش وقت مني خالص، لا في عجينه ولا في التشكيل بتاعه. ممكن بقى تدوريها كده زي ما انا عاملاها، تخليها مدوريه كده، وممكن برضو تعمليها هوريك الشكل التاني. بس انا الحقيقه انا حبيت ان انا اعملها مدوره. يبقى بناخد بقى بين ايدينا كده كوره صغيره، قطعه من العجين كده صغيره، ونكورها بين ايدينا كده ونحطها في الشوكولاته اللي معانا. بس كده سهله الطريقه خالص، مش بتاخد وقت خالص. انا عملتهم وانا واقفه في المطبخ، يعني وانا بطبخ كده اشتغلت جار مني وانا بطبخ. ورصي في الصينيه بالشكل الجميل القمر اللي انت شايفاه ده. طبعا الفرن سخن،
انا هدخل الصينيه دي في فرن البوتاجاز وانا واقفه جاري، يعني مش هستنى لما اخلص التانية. انا بقى هنا بوريك الشكل التاني. انا برضو اشتغلت في الصينيه التانية. بتاخدي برضو كوره بين ايديكي كده وتعمليها على شكل مستطيل وبالشوكه، وبتعمليها بتغرزي كده الشوكه، بتدي لها الشكل بس بتاع الشوكه ده من الطرف كده، وبتبططي من الناحيه التانية من الطرف التاني. حاجه بسيطه. وبتجيبي الشوكولاته اللي معاكي وتحطي كده 3 4 وحدات على الحته اللي هي الساده دي، بس كده. هو ده الشكل. يمكن انا بس عملت منه كام واحده كده، يجي حوالي 5 6 وحدات بس. وايه، وعملت الباقي كله مضوء. طبعا ده بعد ما دخل الفرن وخرج الصينيه دي خرجت من الفرن. طبعا هو في اول ما بيستوي معاكي بتحسيه طري، بس ما بتسيبيه بيشد وبيبقى ناشف وجميل جدا. طعمها حكايه، والله العظيم طعمها يعني احنا ما بطلناش اكل منه. طعمه جميل جدا جدا. واحلى ما فيه بقى ان ولادي مبسوطين بيه. مبسوطين بيه ان هم هياخدوه معاهم المدرسه. جميل جدا وسهل ومش بياخد وقت، وبكوبايه عسل بس لو فاضه عندك في التلاجة هتقدر انتي تعمليه. يا رب لو بنص كوبايه عسل، مش شرط كوبايه، وانتي نفسك تعمليه وعايزه تجربيه هتعمليه. خلاص بقى كده. انا طبعا الصينيه التانية في الفرن جاري، ودي طلعت وبردت خالص واستهدت خالص. عندي بقى علبه محكمه الغلق لها غطا يعني، فانا بنقل الكوكيز اللي معايا ده في العلبة علشان اغطيه بالعلبة عشان يبقى محكوم، عشان بس خاطر مفيش حاجة تيجي عليه ولا حاجة تشمه ولا اي حاجة من دي. جميل جدا وسهل، والشوكولات ثابت عليه زي ما انت شايفة، وطعمه حكاية. طعمه جميل قوي، يعني اللي بياخد واحدة عاوز 2 و3 و10 من حلاوته. ومقاديره مش تقيلة قوي، زي ما انا قلتلك. هي كوباية عسل وبيضاية و4 كوبايات دقيق على كوباية العسل. طبعا هتقللي العسل، هتقللي مثلا نص كوباية، هيبقوا كوبايتين. تمام. ايه رأيك بقى في الكوكيز اللي معايا ده؟ جميل جدا. انا رصيته اهو في العلبة. طبعا لما الصينية التانية تطلع هرصها برضو عليها، وبغطي العلبة وبتسيبيه بقى تدي لولادك منه تاكلوا منه. جميل جدا جدا وسهل خالص ومش بياخد مقادير ولا بياخد وقت. رأيك بقى؟ يا ريت بقى لو عجبك وما اشتركتش في القناة اشتركي وفعلي الجرس وحطي لي لايك عشان يوصلك كل جديد.